السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعيني ومتابعين مسلسل الهيبة الرد. ورد جبل على رجالة زيدان ومنهم نمر سعيد. ومعانا النهاردة أحداث قوية جدا من الحلقة، وتابعونا. بتبدأ الحلقة ان رانيا اخدوها الرجالة، لقوها وغطوا لها وشها واخدوها في السيارة ومشوا بيها في الجبال، ووصلوا للمكان اللي مستخبي فيه نمر سعيد. ورانيا اول ما بتدخل جوه، طبعا كل ده وهي مغطية وشها، واول ما بيقفوا قدام نمر بيفتحوا وشها، فهي بتلاقي قدامها نمر وبتقوله شو بدك فيني. الست ناهد ام جبل بتجمع كل الحاجات اللي كانت رانيا عاملاها ومغيراها في اوضة جبل وبترميها كلها بره بمساعدة مروة ومنى. صخر وعلي بيخرجوا بيشتروا اغراض لحفلة عيد ميلاد منى. بتكلم صخر وبتقوله انت ازاي بتعمل عيد ميلاد واحنا في هيك ظروف؟ قال لها جبل بده كده. الست ناهد ام جبل لسه بتشيل كل حاجة من اثار رانيا، وبتدخل اوضة رانيا اللي كانت اوضة عادل ابنها، وبتشيل صورة رانيا وصورة وكل حاجة بتخصها وبتجمعها كلها في قلب باسكت وبتطلعها برات البيت. المعلم شاهين نزل جرود وقعد يمشط المنطقة كلها عشان يدور على الشايب أبو طلال، وبيلاقي السيارة اللي هو كان راكبها وبيلاقي فيها الأغنام بتاكل من الخضرة اللي كانت فيها، وبيقول له مشطنا المكان كله مالهمش أي أثر، بس بلغ جبل إن احنا برضو ما زلنا ندور عليه. الست ناهد أم جبل قاعدة مع جبل وبتقول له اتعودنا على الغدر وما زلنا بناخد كفوف من ولادين الحرام، وايدك الممدودة بالخير للناس ما كانوا يستاهلوها. وبتقوله ان كانت القصة عدت عليا انا، ما بالك انت تعمل ايه؟ ما تلومش نفسك يا ابني، ده غلطي انا. وبتقوله ان رانيا طعنته في خصره وهو ما كانش مستني منها الغدر، وانها استغلت الزحمة اللي عندهم من الضيوف وهربت. وبتقوله الحمد لله ان انها هربت قبل ما توسخ ايدك بيها. لكن جبل بيسمع الكلام دوت وهو صامت طبعا، ووقع في صدمة. وطبعا الست ناهد جبل صعبان عليها وبتقوله انت هتفضل كده؟ انت ليك من ليلة امبارح ما نمت. جبل بيقول لها فرج وان هو عنده موعد ونطره. نمر سعيد رانيا بتكون عنده بياخدها والرجالة ماسكينها من ايديها وبيدخلها المكان المخزن اللي فيه عصام وابو طلال والمختار، وبيبدأ يعرفها بيهم وبيقول لها هذا الشاب اسمه عصام، وانه شاب طموح وشاطر بالكيمياء، وانه لما بيشتغل حلو جدا، وانه هو كان مستنيله مستقبل عمره ما شافه عند حدا. وتاني واحد بيعرفها عليه هو المختار، وبيقول لها ما هعرفك عليه، هو بيعرفك على حاله. وبيستفز المختار وبيقول له عرفها على حالك يا مختار احكي. وطبعا المختار لسانه مقطوع، هيحكي ازاي؟ وتالت واحد بيعرفها عليه طبعا ابو طلال الشايب، بيقول لها وده العم، وامر الرجاله ان هم يفكوا لها ايديها من الرابطه. وبيبدأ يقول لها اتطلعي بوشه، افتكرتيه اتذكرتيه ولا الوقت ما كانش متاح ان انتوا تتعرفوا على بعض؟ على العموم عندنا هون الوقت طويل، تتعرفوا على بعض براحتكم. وطبعا الشايب يعتبر هو اللي قاتل ابوها، وبالفعل بدأ يعرفها عليه وبيقول لها ده ابو طلال، وبيقولوا له الشايب هو اللي قتل جمال عمران. وبيعرف الشايب عليها وبيقوله ان الامورة دي رانيا جمال عمران. طبعا ابو طلال اتخض واتصدم، وما كان يعرف ان هي بنته، لانه لما قابلها هناك عند جبل قال لها انتي تقربي لهم ايه؟ قالت له انا قريبتهم. وبيكمل نمر السعيد وبيقول لهم شو هالصدفة هاي؟ بدك تسلمي عليه ولا تاخديه بالاحضان؟ رانيا صرخت في وشه وقالت له شو بدك مني هلا؟ انا عملت كل شيء طلبته مني. نمر السعيد بيقول لها مش مظبوط بعدك ما سلمتيني الاوراق. وبيقول لها هو وينهم؟ قالت له حرقتهم. رانيا بتقول له لو سمحت خرجني من هون. قال لها معلش احنا جبناكي بطريقه مش كتير مليحه. طبعا ابو طلال الشايب سامع الحوار اللي هما بيقولوه، فبيقول لهم هو انتوا عصابه؟ فنمر السعيد بيقول له انت بتتصنت على كلامنا، على العموم ينفعك في اخرتك. طبعا ابو طلال صرخ فيهم وقال لهم انكم انتم رجال، فكوني كده وانا اوريكم مين فينا الرجال. والرجاله لسه رايحين عشان يهجموا عليه. طبعا نمر السعيد قال لهم بس
نمر السعيد بيقول لرانيا انتي مش مفكرة انتي فين فايتة، انتي مفكرة ان انتي لو هربتي من جبل هتعرفي تهربي من زيدان. وبيقول لها صحيح، على سيرة جبل ده طلع ب7 ارواح. وبيوريها فيديو ان جبل فلت من كان حاطط له قنبلة عند بيته وهو داخل، لكن جبل ما داسش عليها وعدى منها، وكمان القنبلة اللي كانت محطوطة في الشطرنج. وبيقولوا ان هو فلت من الاتنين، مع ان هو كان مظبط الموضوع ومرستقه جدا. وكمل كلامه بيقول مش قلتلك التالتة تابتة، يعني هو بيدبر له المكيدة التالتة. وهما بيحضروا العيد الميلاد، بيكون طبعا نمر سعيد قال لهم انا منتظر مكالمة، وفي الوقت ده بيتصل بيه رقم عصام، وطبعا رقم عصام مع نمر سعيد. جبل ساب التليفون يرن كتير، وبعد كده رد عليه وقال له انا مستنيك. وبيكمل كلامه بيقول له انا عارف ان انت عندك عصام وعندك ابو طلال الشايب وكمان عندك المختار. طبعا نمر سعيد بيقول له لا، نسيت حد مهم جدا. وبيعطي التليفون لرانيا وبيقول لها سلمي على ابن عمتك. طبعا رانيا كانت بتبكي في الوقت دوت، وبيقول لها قولي له الو، راحت قالت له اخرس. طبعا هو جبل سمع صوت رانيا فقال له عد معايا، صاروا 4. وسمع صوت رانيا وهي بتقول لنمر السعيد انا فعلا كنت وسخة في حياتي، بس اوسخ منك ما لقيت، وتفت في وشه. جبل رد عليه وقال له طلباتك وعلى السريع. اول طلب نمر السعيد طلبه من جبل بيقول، قال له بدي اياك تنزل على الساحة وتجمع العالم وتقول لهم نمر السعيد معلمي. رد عليه جبل وقال له فرج. نمر السعيد رد عليه وقال له اسمع كويس، واذا بسمعك بتقول منت هي راح ازعل منك، انا اللي بقولها. قفل معاه الخط، وطبعا والست ناهد بتقول له شوفي، قال لها رانيا عندهم والصدمة نزلت على الكل. صخر طبعا معروف ان هو مش بيفكر كتير وعصبي جدا، فقال له واحنا شو ناطرين، احنا نروح ونقلب الدنيا عليها واطيها ونعرفه وين ونشقه نصين. علي طبعا رد عليه وقال له انها ما عادتش سهلة، لان الشخص عنده 4 ضحايا من عندنا. ابو علي بيسأل جبل وبيقول له شو كان طالب. قال له طالب مني ان انا اروح على الساحة واجمع الخلق حواليا واقول لهم ان المعلم نمر السعيد معلمي. الست ناهد ردت عليه وقالت له والله هو ده بس اللي هو عايزه. طبعا جبل قال لها لا، ده اول طلب. طبعا صخر فضل يصرخ ويقول له ده فجر، وان هو عايز يكسر شوكتك قدام كل العالم وبده يذلك ويذل بيت شيخ الجبل فيك، وقال له انت بس سلمنا اياه. جبل بيقول للست ناهد بيقول لها ايه رايك يا امي؟ قالت له اسمع يا جبل، وده لو كان اخر طلب في عمري، بدي منك تسحبه من خوانيقه للهيبة وبنص الساحة تدعوسه برجليك وتضل تدعوس فيه. المعلمي قال. نمر السعيد بيطلع المسدس بتاعه، بيفضي الطلق كله من المسدس وبيحط طلقة واحدة بس فيه، وبيلف الخزنة وبيقول لرانيا ايه رأيك في اللعبة دي؟ احنا هنلف الخزنة وتحطي المسدس على راس العم، اذا طلعت الطلقة يبقى انت كده اخدتي بطارق، ما طلعتش الطلقة يبقى نعيدها بكرة. وهيك هيك العم قاعد عندنا. المعلم ابو احمد في القهوة بتاعته بيشتكي من غلاء الاسعار، وطبعا سمير الحلاق اللي كان حاطط فلوسه كلها وبياخد منها ارباح من احمد جاي بيسأل على احمد، بيقوله احمد ما مبين. وطبعا جاي في الهيبة والاشاعة السيدة هناك ان نمر سافر على اوروبا، وكل واحد بيدور على فلوسه اللي خسرها، وكانوا معتمدين على الارباح وما بقاش في ارباح والدنيا غليت ونمر اختفى. نمر السعيد بيجبر رانيا انها تقتل ابو طلال، وهي بتقول له انا خلاص سامحتهم، لكنه جايب راجل من رجالته وحاطط المسدس بتاعه على دماغ رانيا عشان رانيا تضطر انها تقتل ابو طلال. وهي قعدت في الارض قدامه وهو فضل يفكرها باللي حصل ويقول لها ان الراجل دوت لبس هدومه وراح قاعد في المضيفة اللي قاعد بقالها 50 سنة زي ما قالت الست ناهد، وان جبل قعد يأكله بإيده، وكل ده عشان يقتل أبوكي جمال عمران. وبعد ما شربوا الشاي العم لمعت الفكرة في راسه، وطبعا فضل يفكرها بكل حاجة حصلت يوم ما قتلوا أبوها، وهي طبعا فضلت تعيط وتبكي وهي ماسكة المسدس، وكل ده بيسخنها عشان خاطر تضربه بالنار. لكن في الوقت ده رانيا حطت المسدس على رقبتها وفضلت تضغط على الزناد عشان الطلقة تطلع فيها هي، لكن نمر السعيد شد منها المسدس وانهارت رانيا وفضلت تبكي كتير.
المعلم سمير الحلاق فضل مستني احمد لحد ما رجع من بره، وبيقول له عايزك في موضوع، وبيقول له انا سمعت ان في ناس بتقول ان المعلم نمر سعيد مشي ومش هيرجع، وبيقول له ان الزلمه ده لو حب يفل وما يرجع ده حقه، بس قبل ما يفل يرجع لنا حقنا لا بيصير في مصيبه. طبعا احمد رد عليه وقال له لا طبعا مفيش الكلام دوت، المعلم نمر راجع وكل اللي بتسمعه دي اشاعات، وان مصرياتك بامان وراح تحصل على دفعتك في الموعد المحدد ليها، وكمان عليها شوية مسك. رانيا وابو طلال وعصام والمختار مربطين عند نمر السعيد، ورانيا عمالة بتبكي وبتقول لنفسها شو عملتي بحالك يا مجنونة، وطبعا ابو طلال بينادي عليها وبيقول لها يا رانيا في حاجة بتوجعك؟ قالت له كل حاجة بتوجعني. قال لها انتي ليه ما قتلتيني، ليه ما خدتي بطارك، يمكن كنتي ارتحتي. رانيا ردت على ابو طلال وقالت له انت كنت واقف قدامي والمسدس كان في ايدي ووشك كان في وشي، لو كنت بدي اعملها كنت عملتها في وقتها بس ما قدرت. ابو طلال رد عليها وقال لها قديش صغيرة هالدنيا، وان يجي اليوم ان انا اجتمع ببنت جمال في نفس ده المكان. وبيقول لها انا مش خايف من الموت ولا خايف من اللي اسمه نمر ده ومربطني ومستقوي عليا، ولا موجوع من ضلعي المكسور، انا موجوع عليكي وعلى اللي سببتلك اياه. وبيكمل كلامه بيقول لها يا بنتي انا مش مجرم، وعيون ابوكي ما فرقوني من لحظتها، وما كانش سهل عليا، لكن بوقتها انا كنت شايفه قصاص وانه يستحق الموت. رانيا بتقول لابو طلال انا سامحتك وسامحت عمتي وسامحت جبل، وده صعب على حالي بس انا قدرت. الوقت اللي كانوا بيحتفلوا بيه بالعيد ميلاده بيطفوا الشمع، طبعا التليفون بتاع جبل رن طبعا، وكان عصام اللي هو نمر السعيد. اول ما سمع الاحتفال في التليفون قال له ايه ده، شو عندك حفلة؟ وبيقول له بعدك ما نزلت والدنيا صارت ليل والعالم بلشت تروح على بيوتها والساحة رح تفضى، شو ناطر؟ جبل قال له ناطرك تحكي جد، لا شوفك شو بدك تقول، ساعتها بيكون في بينا كلام. جبل رد عليه وقال له بكرة الصبح راح افرجيك الجد بعينك. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. لو عايزين تعرفوا باقي الأحداث ويا ترى جبل هيعمل ايه في الرهاين اللي عند نمر السعيد، ويا ترى هيسامح رانيا لما يسمع انها فعلا ما كانش قصدها انها تأذيهم وانها سامحتهم وحرقت الأوراق، ويا ترى الست ناهد هتقدر تسامح رانيا، انتظرونا كل يوم في نفس الميعاد وأحداث جديدة من مسلسل الهيبة الرد. وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعيل الجرس عشان توصلكوا الحلقات الجديدة أول ما بتنزل. سلام عليكم.